السلام عليكم متابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم طيبين. وانا مشتاقتكم كلش هواي والله، لان انا صار لي شهرين او اكثر مقطوعة عنكم، لان انتم تعرفون بعد التزامات ومدارس ومسؤولية مالت البيت، وعد انتم ما حاجة انا اقول لكم اياها. بس انا يعني بهاي العطلة نص السنة سافرت، وحبيت يعني اشارككم السفرة مالتي. حبايبي طبعا هاي نص السنة اختارينا احنا نروح سوريا، زيارة سيدتي مولاتي زينب، وان شاء الله الله يرزقكم زيارتها. حبايبي هسه احنا صعدنا، طبعا طلعنا من البيت ساعة 1:30. صعدنا تعرفون بعض الاجراءات مالات المطار والجوازات وتسليم الجنط، وهاي يعني كم ساعة لحد 5:30 يلا صعدنا بالطيارة. والحمد لله والشكر وصلنا سالمين غانمين. صعدنا بالطيارة الساعة 5:30. اعتقد الوقت صار ساعتين الا ربع يمكن. اي حوالي يعني 7:30 هيجي 8 الا ربع وصلنا السورية. اي والله ما شاء الله. طبعا وصلنا والجو كلش بارد، وهم زين ماخذين ويانا ملابس يعني شتوية، واحنا اصلا بشتوي. بالبداية قالوا روحوا بصيفي، بس لا بعدين لا، لبست الجهال ملابس شتوية. حبايبي طبعا من وصلنا السورية وصلنا، هم تعرفون بعد نزلنا هناك إجراءات، وهم استلمنا الجنط على ما انتظرناهن يجين. والنوبة وصلنا بالفندق حوالي 10:30 الصبح. هو اعتقد يمكن بيناتنا احنا نص ساعة احنا وياهم او اكثر، ما ادري، بعد يمكن ربع ساعة هيجي. اي والله. واخذنا الجنة صعدنا هناك مشي، طبعا احنا رحنا مثل ما يقولون كروب يعني حملة. طبعا الحملة رايحين بيها احنا قليلة ناس مو هواي، يعني هيك كم عائلة، واكو بيهم فرد هم رايحين. اي واكو بيهم اثنين اثنين رايحين يعني، بس احنا عائلتنا شوية كبيرة. طبعا احنا من وصلنا للفندق، ما شاء الله فندق كلش راقي يعني، خوش فندق نظيف، والاكل من عندهم يعني، والاكل كلش طيب مالتهم. احنا اول ما وصلنا 10:30 طبعا احنا نمنا يعني تعبانين، يعني صادف بليلتها احنا ما نايمين للصبح حبايبي. وبعدين نزلنا على الغدا تغدينا، ومن خلصنا طلعنا على سيدتي مولاتي زينب بزيارتها. اي والله رحنا وصلنا وزرنا لكم بالعافية، ورجعنا على الفندق. حبايبي طبعا هنا شوفوا طلع علينا الصبح واحنا بالطيارة بعدنا، مثل ما قلت لكم الوقت ساعتين الا ربع بالروحة. حبايبي طبعا نصيحة اللي يريد يعني يسافر بوقت يعني ساعتين ساعتين الا ربع، يعني فوق صاعد بالطيارة، هو لازم ياخذ له حبوب يعني مال صداع، او اذا عنده شقيقة ياخذ له حبوب، او مال لعبان نفس يعني. طبعا هيجي احسن له. وهسه وصلنا للمطار، نزلنا هسه، وهاي الطيارة جاية تنزل. طبعا ما توقعنا هيجي الجو بارد، كلش بارد، ثلج ثلج ما شاء الله. بس احنا ماخذين احتياطاتنا، وهاي هسه صعدنا بالمنشأة. وهاي الأماكن طبعا حلوة اللي بسوريا. طبعا هنا أنا راح هسه أنا أعوفكم تشاهدون المناظر الحلوة والطريق الحلو، وإن شاء الله الله يرزقكم الروحة وتشوفون هاي المناظر الحلوة.
حبايبي وهسه جينا للزيارة. سيدتي مولاتي السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا زينب. طبعا زرنا هنا وصلينا وسبحنا واندعينا لأحبابنا. اي والله. حبايبي أعوفكم تزورون سيدتي مولاتي، ومع السلامة، ولا تنسون اللايك والاشتراك. حبايبي مو بس هاي وانتهت يعني سفرتي، لا بعد هسه أنا جاي أنزلكم شوي شوي. طبعا انتظروني بجزء ثاني هم مالت السفرة. ومع السلامة، ولا تنسون اللايك والاشتراك. أم زنوبة وياكم.